مش معنى ان العيد خلص يبقى ما نعملش شوية قراقيش حلوين زي دول، لا. قومي يلا كده وتشطري واعملي لولادك واحفادك شوية قراقيش جميلة كده بالسمنة البلدي والسمسم والشمر والمحلب. ان شاء الله انا هبعمل معاكم العجينة اصورها وتشوفوا مقاديرها، وكل اللي في كل حركاتها وتكاتها زي ما بيقولوا. انا طبعا عجنت العجينه وقرصتها قطعه قطعه، بس انا عامله العجينه دي زي عجينه الكحك بالظبط، يعني تقريبا زي عجينه الكحك. يعني كيلو دقيق عليه 450 جرام سمنه سايحه. فانت بتمسكي بقى قرصه قرصه كده تفرديها زي ما انا فردها، بس ما ترققهاش، خليها يعني متختخه كده شويه، وبتلفيها زي الرول كده على بعضها، وتظبطيها بقى بايدك وتبطبطيها كده بالراحة، وتظبطيها بالنشابة بتاعتك، النشابة الجميلة. وبرضو ما يمنعش ان انت وانت بتعملي بالنشابة بتبطبطي بايدك عشان تاخدي يعني تعرفي هي متساوية كلها زي بعضها ولا لا، عشان الايد برضو بتحس اكتر من النشابة. عايزة اقول لكم ان النشابة دي انا واخداها من حماتي بقالي 20 سنة وبحبها جدا، يعني بحب اعمل بيها كل شغل الحقيقة. بعد كده بتشيلي الاطراف بالسكينه بعد ما سويتي عجينتك خالص، وبتقطعيها بقى السمك اللي انت عايزه تقطعيها ارفع من كده، اعرض من كده زي ما انت عايزه، بس السمك بتاعها بيبقى زي ما انت شايفه كده، بحيث ان انت لما بتخبزيها بتبقى حلوه، بيبقى حجمها حلو، بتبقى مرتفعه كويس يعني، وبتبقى هشه وجميله جدا. بتقطعي كل الكميه وتسيبيهم بقى كده على يعني لما تملي الصواني كلها. هعمل معاكم واحده كمان عشان تشوفوها. احنا هنا هنحط اول باول في الصواني، هنملى الصواني كلهم ونسيبهم لما يخمروا خالص، لان الخميرة هي اساس العجينة. يعني ما تستعجليش وتخبزي، لان لما تخمر كويس قوي قوي، لان لما يخمر هيديكي نتيجة حلوة جدا. طبعا انا عملت واحدة كمان وسويتها وهقطعها معاكم واحطها في الصواني برضو. الخبيز في البيت بيبقى بركة وخير وريحته حلوة جدا جدا، والحاجات دي بتبقى مطلوبة، لان مفيش بيت بيستغنى عنها، خصوصا لما بيكون فيه ولاد في المدارس او اطفال في الحضانات او كده. ولينا والله في البيت بتاكلي بيهم شاي بلبن، بتاكلي بيهم مربى جبنه، بتبقى حلوه جدا. شايفين بقى بعد ما اتخبزت الصواني عامله ازاي؟ اللون خطير والريحه اخطر. والحقيقه عايزه اقول لكم والله انا حاسه ان الريحه واصله لكم، شايفين بقت هشه وجميله، وتاكلي بيها بقى اي حاجه عايزه تحطيها في الشاي في اللبن بتاكليها. الحقيقه في بناكلها بجبنه ومربى كمان، بتبقى حلوه قوي قوي قوي. شايفه الكميه طلعت ايه؟ 2 كيلو طلعوا زي الفل، جمال جدا جدا، ولسه في كمان مش متعبي. عبيهم في علب زي دول محكمين الغلق، بتحافظي عليهم، بتخليهم بقرمشتهم وريحتهم الجميله. وكمان عايزه تاكليهم بقى مع شاي او شاي بلبن او نسكافيه زي ما انت عايزه، زي ما قلتلك. الف هنا وشفا. يلا تشجعي بقى وقومي اعملي شويه. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الخير دايما في بيوتنا كلنا يا رب. واشكركم جدا على متابعتكم للفيديو، الف شكر ليكم. وعايزه اقول لكم اللي يعوز اي وصفه ممكن يكتب لي في الكومنتات، لو محتاجين اي وصفه تانية انا ممكن اعملها لكم باذن الله. شكرا ومع الف سلامه.